السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة يا رب. هنعمل مع بعض صينية بطاطس بالصدق، هنعملها مع بعض خطوة بخطوة بكل سهولة، ومكونات موجودة عندك في البيت. شايفين بقى الجمال؟ ما شاء الله اللهم بارك. شكل وطعم احلى واحلى، حقيقي جميلة وتستحق التجربة. اعملها بطريقتي دي هتنبهري بالنتيجة. بس قبل ما نبدأ وصفتنا ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لو يوصلكوا كل جديد، ومشاركة الفيديو لكل حبايبكم عشان يوصل لكل الناس. يلا بقى بينا على الطريقة. بسم الله. ده كيلو بطاطس، وجبت فلفل أحمر وطماطماية وبصلتين متوسطين. هجيب بقى البطاطس بعد ما غسلتها كده وشطفتها كويس جدا، هقطعها كده لشرايح متساوية قد بعض بالشكل ده. عايزاكم بقى تجربوا طريقة صينية البطاطس بالصدق، تحفة. أكلة اقتصادية وجميلة، وطبعا متعملها مع رز بالشعرية بيبقى طعمها أحلى وأحلى. هكمل بقى تقطيع البطاطس كده شرايح متوسطة بالشكل ده. بعد بقى ما قطعتها هحطها في بولة كده. اهم حاجه بقى تكون البطاطس انت غسلاها كويس وشطفاها كده معايا جاهزه. هجيب بقى برضو البصل كده واعمله برضو لشرايح رفيعه بالشكل ده. شايفين بقى البصل لما يتقطع بقى حلقات كده مع البطاطس والصدق بيبقى طعمه في منتهى الروعه والجمال. بعد بقى ما قطعت البصل بالشكل ده برضو بحطه في طبق كده، بحضر المكونات كلها كده مع بعض، واجيب برضو الفلفل وانضفه كويس واقطعه لشرايح كده حلقات برضو رفيعه زي البصل بالشكل، بيدي طعم حلو جدا. واجيب برضو الطماطم برضو بقطعها كده الحلقات برضو رفيعة، بتدي طعم جميل جدا برضو مع الصدق والبطاطس. اهم حاجة تعملي البطاطس ني في ني، بيدي طعم في حتة تانية خالص. بعد بقى برضو ما قطعتها بحضر المكونات كلها كده مع بعض. واهم حاجة المكونات كلها جاهزة معايا بالشكل ده. هجيب بقى البطاطس والبصل الشرايح واحطهم كده على بعض، والفلفل. شايفين بقى كل المكونات دي كده هنحطها على بعض، والطماطم والفلفل كله على بعضيه بالشكل ده. وعندي طبعا بشرت طماطمتين صغيرين كده، انا بحبها جدا البطاطس دي كده بتبقى نيه في نيه. وده مكعب ماجي وفلفل اسمر وبابريكا ومعلقه صغيره ملح. وبفرك بقى المكعب الماجي كده على البصل والطماطم والبطاطس بالشكل ده. واجيب طبعا الاسباتشوله كده وبقلبها كويس جدا. اهم حاجه بقى تقلبي المكونات دي كده مع الفلفل الاسمر والبهارات كويس جدا بالشكل ده. بعد بقى ما قلبت المكونات بجيب بقى بنزل عليها كده بربع كوبايه زيت ذرة، بيدي طعم بقى في حتة تانية خالص، جميلة جدا وطريقتها سهلة وبسيطة. بجيب بقى الصدوق، شايفين بقى ده كده ربع كيلو صدوق. هنزل بقى كده بالصدوق كده زي ما هو، مش هقطعه. جربوا بقى الطريقة دي هتعجبكم جدا، لان طريقتها سهلة وبسيطة والطعم حقيقي ما فيهوش ولا غلطة. بقطع بقى الصدوق كده زي ما هو، بسيبه كده وبقلب بقى الصدوق مع البطاطس كده ني في ني. جميلة جدا، ما بتحماش على الصدر وطعمها احلى واحلى. بعد بقى ما قلبت المكونات كلها كده مع بعض بجيب بقى 3 فصوص توم مفرومين واضيفهم بقى فوق البطاطس والصدوق، وبقلب برضو كويس كده. كده بقى معايا جاهزة البطاطس والصدوق ني في ني، طعمها بقى جميل وسهلة جدا. وبقلبها كده وبجيب بقى كوباية مية كبيرة، وهضيف 3 معالق بالمعلقة دي كده كبار صلصة جاهزة بيديها طعم جميل جدا. وبقلبهم بقى كده مع بعض. بعد ما قلبت الصلصة مع المية بركنها بقى كده على جنب، وبجيب القالب كده وهنزل بالبطاطس والصدق كده. شايفين بقى الجمال والحلاوة، ريحة وطعم في منتهى الروعة والجمال. كده بقى معايا جاهزة ما شاء الله صينية البطاطس. شايفين بقى الحلاوة والجمال ما شاء الله اللهم بارك. هنزل بقى كده بعد ما سويتها كده البطاطس في القالب، هنزل بقى بالصلصة اللي انا مجهزاها وبقلبها شوية كده، وهنزل عليها كده. عايزاكم بقى تجربوا الطريقة دي والله هتعجبكم جدا. كده بقى صينية البطاطس جاهزة معايا. هكون مشغلة بقى الفرن على درجة حرارة 180، وهدخلها بقى في الرف الوسطاني كده. هتقعد معايا لحد البطاطس ما تستوي بالظبط كده ساعة الا ربع او نص ساعة حسب الفرن بتاعك. واول ما تطلع شايفين بقى الجمال والحلاوة، تحفة حقيقي، جميلة طعم وشكل روعة. هفضيها كده في الطبق التقديم. شايفين بقى البطاطس مع الفلفل والطماطم، روعة حقيقي جميلة وتستحق التجربة. دي بقى بعمل جنبها رز بالشعرية. احنا عملنا قبل كده الرز بالشعرية في القناة كذا مرة، بيبقى طعمها بقى في حتة تانية خالص. فعلا اتمنى تجربوها بنفس الطريقة وبنفس الخطوات، وانا واثقة 100% ان هي هتعجبكم ان شاء الله. لو حضراتكم عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو، واتمنى من حضراتكم مشاهدة الفيديو للاخر عشان نستفادوا منه. دي بقى كده معايا صينية البطاطس بالصدق، سهلة بقى ولا مش سهلة؟ عملناها في البيت بكل سهولة.
ولو أول مرة تشاهدوا قناتي مطبخ سومة وأسهل الأكلات، أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكوا كل جديد، ومشاركة الفيديو لكل حبايبكم عشان يوصل لكل الناس. لو عملت صينية البطاطس دي في العزومات أو في مناسبات فعلا هتشرفك قدام ضيوفك، لأن طريقتها سهلة وبسيطة والطعم في ولا غلطة، حقيقي جميلة وتستحق التجربة. اعملها بطريقتي دي هتعجبك جدا. يلا بقى حبايبي ندوق صينيه البطاطس بالصدق. شايفين بقى الصدق مستوي واخد اللون الذهبي الجميل، والبطاطس مستويه جميله وتستحق التجربه. اعملها بطريقتي دي هتنبهري بالنتيجه. وبكده تكون وصفتنا خلاص خلصت. اتمنى الفيديو ينول اعجابكم ان شاء الله. بشكركم جميعا على المشاهده، في انتظار تعليقاتكم الجميله بتسعدني وبتشرفني وبتشجعني في تقديم الافضل في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.